يا مساء الخير والتوفيق والنشاط، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا. النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده تجهيزات ليله العيد، وكمان فلوج اول وتاني يوم العيد. هنبدا اول حاجه بالتجهيزات. بدات بتجهيزات العيد طبعا بالتنظيفات بقى، انتوا عارفين تنظيفات العيد دي بتشجع الواحد كده ان هو يقوم يرتب كده وينظم الحاجات المكركبه عنده كده. فاول حاجه بدات بيها اللي هي اوضتي. عموما كانت الادلبه اللي عندي في اوضتي كانت مكركبه شويه، فطلعت بقى ايه الحاجات كلها، بدات اشيلها من على الشماعات وحطيتها بنظام تاني على الشماعات وبدأت اعلقها بقى. بصراحة الدولاب بتاعي ده من اول الامتحانات وانا مكسلة ان انا اعمله، بس لما جيت ليلة العيد وكده اتشجعت ان انا اقوم اعمله وكده، فعلقت التيشيرتات على الشماعات، برضو علقت الدرسات وعلقت الفساتين. قررت السنة دي انا اللي هعمل قراقيش العيد، فبصراحة انا عملتها وطلعت جميلة جدا. هي على طريقة مامتي، هي طريقة جميلة جدا وكل اللي بيدوقها بيعجبه. فتعالوا بقى نشوف الطريقة مع بعض كده، واكيد هي هتعجبكم. بعد ما خلصت تجهيز الشقة قررت ان انا اخش اجهز بشرتي واعمل ماسكات لبشرتي عشان تبقى كده منورة اول يوم العيد. فاول حاجة قبل ما اعمل اي ماسكات غسلت بشرتي بالغسول بتاعي، وبعدين حطيت فوطة في مية سخنة عشان خاطر افتح مسام بشرتي. بس طبعا لازم بشرتي تتحمل السخونة بتاعة المية دي، ما ينفعش احطها سخنة قوي على بشرتي، لازم احطها دافية كده بشرتي تتحملها. اول ماسك هعمله هو ماسك تنظيف البشرة. هحتاج معلقة صغيرة من الجيلاتين، هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من اللبن البودر، وكمان هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من القهوة. بعدين هقلب كل المكونات دي في بعض لحد ما يختلطوا مع بعض كويس كده. بعدين هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من اللبن السخن، وبعدين هحطهم بقى في حمام مية سخن عشان خاطر الجيلاتين يدوب كده. وبعدين هقعد اقلب المكونات كده مع بعض. لو حسينا ان الماسك ناشف معايا كده هزود شوية لبن لحد ما يوصل الماسك بتاعي للقوام ده. هفرد بقى الماسك على ايدي وعلى وشي وهسيبه حوالي نص ساعة لحد ما الماسك ينشف خالص خالص، وبعدين بقى هبدأ اشيله. يعني الماسك ده بصراحة يعني جميل جدا لإزالة الخلايا الميتة اللي في الجلد، وكمان بيرطب الجلد جدا عشان اللبن البودر اللي احنا حاطينه فيه، فبيرطب الجلد جدا. تاني ماسك هعمله هو ماسك التفتيح والترطيب، وده اخر ماسك هعمله عشان خاطر بشرتي ما تتحسسش. وانتوا برضو كده ما تعملوش ماسكات كتير قوي على البشره عشان ما تقلبش معاكم نتيجه عكسيه وتطلع لكم حبوب. هحتاج في ماسك التفتيح والترطيب بتاعنا معلقه صغيره من الزبادي، هنزل عليهم بمعلقه صغيره من النشا ومعلقه صغيره من اللبن البودر، وهنزل عليهم كمان بنقطتين من زيت الجوجوبا، واخر حاجه هحط معلقه صغيره من ميه الورد. وبعدين هقلب كل المكونات دي في بعض لحد ما احصل على قوام كريمي.
بعدين بقى هبدأ افرده على بشرتي واسيبه لحد ما ينشف، وبعدين بقى اغسله بمية فترة من الحنفية عادي. ماشي. حصل قول لنا كام؟ حلو 30 حلو بس ان دراي. يلا بقى النهارده هنلعب مع ابن خالتي محمد. هنلعب دور اونو يعني مع بعض. تعالوا بقى نشوف مين هيكسب. طبعا ده الورق بتاعي، وريهم ورقك. انا شفت ورقه. هو شايف يا ابن اللذينه. خد 4 ورقات وخلاص. اخد 4 ورقات؟ والله العظيم انت حرام عليك. ماشي، 1 طيب 2 ما 3 شاء الله 4. العبوا. انا خدت 4 ورقات يبقى انت هتلعب صح؟ انا اللي العب. بس انا شفت ورقه زي دي. لا استنى بس، انت خدت 4 ورقات يبقى انت تلعبي. انا اللي العب. اسحب 4 ورقات يا حلو. في الكواليس. تاني مرة يكسبني بس مش مهم يعني، عشان انا اول مرة العب اللعبة دي. ماشي، انا دلوقتي العب مع بقى بنت خالتي ونشوف بقى انا هكسبهم ولا لا. ما صلتش العشاء. اسكت. دلوقتي بقى هنلعب مع حبيبة قلبي بنت خالتي رورو رحمه. انا هاخد احط لها 3 ورقات وهي تاخد 3 ورقات. اوكي ويخليها ويعينها ويقول لك خسرت. ليه؟ طب ليه يعني؟ انا عايزه خلصت ورقي والله. خلصت ورقي فانا اللي كسبت. انا كسبتها لتاني مرة.